هل ديزني عاوزه تبوظ طفولتنا؟ انا معرفش. مفيش شك ان ديزني معاها فلوس وموارد انها تعمل افلام جديده وتطور من نفسها وتعمل افلام بقصه اصليه، بس لا طبعا. ديزني بتقدم فيلم لايف اكشن جديد بعد افلام زي لاين كينج اللي كان فاشل بكل المقاييس وبعيد تماما عن النسخه اللي احنا اتربينا عليها. انا دلوقتي لو حبيت اشوف الافلام دي اكيد هرجع اشوف الافلام الاصليه، عشان هي بالنسبه لنا افلام كلاسيكيه اتعودنا وتربينا عليها حرفيا. المهم، فيلم ذا ليتل ميرميد، هل هو فيلم حلو ولا لا؟ خلينا نشوف. قبل اي حاجه، الفيلم 2 ساعة وربع، والفيلم ده معمول للاطفال، فهل طبيعي ان اي طفل هيهتم انه يشوف كل المده دي؟ غالبا او اكيد هيحس بالملل، عشان الفيلم طويل جدا جدا ومليان حشو على الفاضي. فبالنسبه لي الفيلم كان محتاج يقصر شويه. قصه الفيلم معروفه واكيد سمعتها قبل كده حتى لو مشوفتش الفيلم الاصلي، وبيتكلم عن حريه البحر. حريه البحر الغريبه واللي بتحب المغامره جدا، واللي بتحب الامير إيريك، وده الانسان اللي بتنقذه من دواء سفينه من بعد عاصفه معينه بتحصل له. عشان تبقى معاه فبتعمل صفقه مع أورسولا ساحره البحر الشريره، ودي خالتها بالمناسبه، واللي بتاخد صوتها قصاد ان تديها رجل بشريه، ولازم تكسب قلب إيريك قبل ما الوقت يخلص، والا هتخسر روحها للابد. الفيلم بيحدث القصة الكلاسيكية عشان تتماشى مع الجيل الجديد بس بروح الفيلم القديم، يعني يعتبر ابديت له. والفيلم كمان بيضيف مشاهد وشخصيات وثقافات جديدة وخلفيات عن إيريل وإيريك، وده مع شوية أغاني حلوة جدا في الفيلم. وبالمناسبة نروح للأغاني، وده كان شيء أساسي في الفيلم. الفيلم أصلا مصنف ميوزيكال ومعظم الأغاني كان فيها أداء حركي، وبالنسبة لي الأغنية اللي كانت تحت البحر كانت أجمد أغنية في الفيلم، وإيريك في أغنيته مع ميليسا مكارسي كانت حلوة جدا جدا برضه. وطبعا هالي بيلي صوتها حلو جدا ونزلت اغانيها بعد الفيلم بصراحه، بس بالنسبه لتمثيلها هنتكلم عليه بعدين. وبالمناسبه كان في اغنيه راب كده ما كنتش فاهم سبب وجودها ولا فهمتها بصراحه. You broke the rules. You went to the above world. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. بصراحة الفيلم بصريا مبهر جدا، بغض النظر عن اوقات الصورة ما بتبقاش واضحة قوي. في مشاهد تحت البحر الصورة بتبقى غامقة شوية، بس عموما الصورة حلوة جدا وهتتمتع وانت بتتفرج على الفيلم. هتحس ان حواسك كلها بتتفاعل معاه. كل ده مناسب لكل الاعمار، يعني كبير هتنبسط في الفيلم وصغير هتنبسط في الفيلم. بالنسبة بقى للتمثيل، التمثيل بالنسبة لي كان عادي جدا. هالي بيلي كويسة وصوتها حلو، بس تحسها مش ممثلة، مغنية اكتر منها ممثلة. وخافير بارديم تحس انه كان جاي عشان الفلوس مش اكتر. وبالنسبة لإيريك كان تمام، يعني تمام وبس. ولو اتفرجت على الفيلم مش هتلاقي تفاهم بين البطل والبطل، تحس انها علاقة باردة كده باللي بنشوفها في الافلام العرب. ودور ميليسا مكارسي عجبني جدا في الفيلم، كانت عاملة حالة خاصة كده في الفيلم. Help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's what I live for. بصراحة توقعاتي للفيلم قبل ما اشوفه غير بعد ما شفته خالص، والتوقعات دي ناتجة عن افلام ديزني لايف اكشن مؤخرا. بس لا، الفيلم لذيذ وحلو وفعلا يستاهل. الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش هي السي جي اي اللي كان تحت المية، كنت بحسه بلاستيك كده بصراحة. وسبيستيان السلطعون كان غريب قوي برضه بالنسبة لي، غير الفيلم الاصلي خالص. حد شافه كده زيي ولا انا لوحدي؟ كانت في مشاهد تحت المية حلوة جدا، بس المشاهد اللي كانت على الارض كانت احلى بالنسبة لي. عموما فيلم ذا ليتل ميرميد مش فيلم سيء زي ما كنا متوقعينه من ديزني، ولا هو تحفة فنية برضه، بس هو فيلم حلو ولذيذ مش اكتر ولا اقل. ولو مش عايز تروح السينما استنى لحد ما ينزل على ديزني بلس او حتى على اي موقع على النت، على الاقل دماغك مش هتوجعك من العيال الصغيره اللي في السينما. وبس كده، ده كان كلامنا عن ذا ليتل ميرميد. ولو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولينا الفيلم عجبك ولا لا في الكومنتات. ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على الفيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. وسلام.